وجبة سمك مقلي بمطعم شعبي تتسبب في وفاة سيدة، وحالة التسمم هذه تعيد فتح السؤال الجديد القديم حول سلامة الغذائية. الجواب معك حسن هبات. بقيت سحر الفطير مجرد صورة تتناقلها الآن أنامل صغارها الثلاثة الذين فرقتهم بسبب تسمم غذائي أودى بحياتها بعد أن تناولت من سمك اشتراه زوجها من محل لبيع المأكولات الجاهزة بالحي الحسني بالبيضاء. حالة تشير فيما تشير إلى الهامش الواسع لإمكانيات التسمم الغذائي ببلادنا. انا باديني الامر ولكن ما عرفاش راسي. قالت لي ماما راه فيا الوجع، كنت حس كما كنتقطع. قلت لها بنيتي وقيلا خلطتي. قالت لي ماما راه ما خلطت حتى شي حاجه، ما كليت والو، كليت غير داك الحوت وراني داكشي اللي بقى راني فاش كنت كنغسل في الكوزينه دابا راني كملته. هي هذيك شي داتها لا كريز ايغي. مشاو خداو من ديك العينه ما خداو حتى توفات السيده، عاد مشاو يجريو عنده قالوا ليه الدريه هما تقداو الاربعه ما غيبقاش عنده السمك ديال نهار الاربعاء، ما خداو حتى نهار السبت نهار الوفاه ديال البنت. المطلب ديالنا ما يضيعش واحد اخر من غيرنا. انا تدمرت، عند عائله عندي جوج وليدات وبنيه ما عندها 75 عام، السيده مريضه هي بالسكر، ما نقولش عائله كلها مهلوكه. تحتل التسممات الغذائية ببلادنا المرتبة الثالثة من حيث مجموع التسممات الأخرى، وصارت جمعيات حماية المستهلك تتلقى شكايات متزايدة متعلقة بنسبة أكبر بالمواد الغذائية. أرقام تخفي اختلالات دفينة مرتبطة بالوعي وكذا بالمراقبة. بالنسبة للإحصائيات اللي صدرت على المركز المغربي للوقاية من التسمم في 2010 عطاتنا تقريبا 1617 حالة. التسممات الغذائية كتكون خصوصا في المواد في الصيف، لأن كتكثر هناك المواد الغذائية، المبيعات ديال المواد الغذائية في الشوارع. وتحصد كذلك التسممات الغذائية أرواح مليوني شخص سنويا في الدول النامية على ما قالت منظمة الصحة العالمية، وتشكل في المغرب 25% من مجموع التسممات. أرقام وحالات هي في العمق مواد بحث في مختبر الإنسانية. بالرباط